ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. انا جايه لكم بقى النهارده بوصفه برعايه ابني طبعا قاعد بيتفرج على النت، فجاب لي الوصفه دي وقال لي اعملها لي. فانا برضو قلت اعملها له، ان هو اول مره في حياته يقول لي يجيب لي حاجه ويقول لي اعملها لي. هنا انا نزلت بكريم شانتيه عليه معلقتين من السكر ومعلقه من النسكافيه اللي هو القهوه سريعه الذوبان، ونزلت عليهم بفنجان ميه. وهنضرب كل ده بالمضرب الكهربائي لغايه ما يبقى سايل كده. انا مش عايزاه تقيل، هي الوصفه طالبه كده، فانا برضه استغربت قلت ايه ده. معايا كوبايه من اللبن الدافي، وهبدا ان انا اسقط البسكوت اعمله طبقات كده على بعض. طبعا انا مش حاطه في اللبن سكر، انا مستغنيه بالسكر اللي انا حطيته في الكريمه اللي انا عملتها. وهبدا ارص كده 4 بسكوتات واحط طبقه من الكريمه. انا هنا عامل كميه قليله جدا لان انا قلت لسه هنجرب، فمش عايزه اضحي واعمل كميه كبيره علشان ممكن ما تطلعش حلوه، لان احنا مش من عشاق الحاجه اللي فيها قهوه، يعني فاهمين. احنا ما بنحبش الحاجه اللي مليانه قهوه. وهنا وبعد ما عملت اول كميه وحطيت عليها الكريمه اللي هي الكريمه اللي انا عاملاها بالنسكافيه، هنزل برضو 4 بسكوتات باللبن واحطهم. وكده هيبقى اول بولة عندي خلصت. هعمل التانية برضو هرصها نفس النظام في اللبن، 4 فوق و4 تحت، وفي النص الكريمة اللي أنا عاملاها. فهنا بقى عندي بسكوت قلت لي أكمله بقى بدل ما أحرم ارميه، ونزلت بقى بطبقة كريمة تاني على الوش. كريمة كانت كتير قوي، الكريمة كان طعمها حلو، بس أنا مش بحب الحلويات اللي بتبقى معمولة بالبسكوت. يعني أنا ممكن عادي أعمل كيكات وبزينها زي ما موجودة عندي في الصفحة، لكن أنا ما بحبش الحاجات المعمولة بالبسكوت. وهنا بعد ما خلصت حطيت الكريمة على الوش بتاع البسكوت. طبعا أنا بسيح عندي شوكولاتة اللي هي بتاعة الطبخ دي اللي هي الخام، بسيحها على حمام مية. وهنزل بقى ايه بيها على الوش. هي ما ساحتش عندي قوي لان انا كنت عايزه فيها سنه قرمشه سنه كريسبي كده. هبدا تبقى عامله معاكي زي العجينه، انا مش عارفه بس هي طلعت ما هي عامله كده ليه، ممكن حد يكتب لي في الكومنتات. انا جبت اللي هو القالب ده اللي هو الكبير، بس مش عارفه هو ليه عمل كده، ممكن مش عارفه تكون بايظه ولا ايه، فيا ريت لو حد حصل معاه المشكله دي يكتب لي في الكومنتات. وهنا زينت اول بولة وبزين التانية. وما تنسوش يا حبايب قلبي تصلوا على النبي زي ما متعودين مع بعض، عليه افضل الصلاة والسلام. ولو وصلتوا لغاية هنا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو انزله تشوفوه وتدعموني وتوصلوا لي وتحققوا الحلم اللي انا بتمناه بخبطة زرار منكم. وهنا بعد ما حطينا الشوكليت على الوش هسيبها بقى ان هي تبرد في التلاجة، وبعد كده هنجربها. انا بصراحة يا جماعة جربناها وكانت حلوة، كانت جميلة، بس هي الشوكولاتة اللي كانت فوق كانت مدنية سنة المرة ده.